مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. عاجل الفيفا تطرد الحكم الإيطالي كولومبو عقب جدل تحكيمي في مباراة المغرب والبرازيل ضمن ربع نهائي كأس العالم للناشئين. إليكم التفاصيل. في خطوة تعكس حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضمان العدالة والنزاهة في المسابقة الدولية، أعلنت الفيفا اليوم عن إقالة الحكم الإيطالي ماركو كولومبو، وذلك في أعقاب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب المغرب للناشئين ونظيره البرازيلي. المباراة التي شهدت توترا تحكيميا لافتا أثارت غضبا واسعا في الأوساط الرياضية، خصوصا بعد تجاهل الحكم لركلة جزاء بدأ أنها واضحة لصالح المنتخب المغربي، إضافة إلى غض الطرف عن لمسة يد داخل منطقة الجزاء لصالح الفريق ذاته. وفي بيان رسمي مقتضب أكدت الفيفا أن قرار الإقالة جاء عقب مراجعة دقيقة للأداء الحكم من قبل اللجنة المختصة، مشددة على أن الحفاظ على مصداقية المنافسة يأتي في صدارة أولوياته.